السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل معاكم العيش التورتيلا. مقاديره سهلة وبسيطة. كوبايتين من الدقيق ونص، كوبايتين ونص من الدقيق. كوب لبن، وممكن نستبدله بمية، بس اللبن أفضل يعني. نص كوباية زيت، رشة ملح ورشة سكر. نبتدي بقى نجيب بولة. كده احنا حطينا الدقيق في البولة. طبعا احنا ممكن نحتاج تاني دقيق في العجن. تمام، احنا كمان كوباية اللبن ممكن ما نحطهاش كلها. تمام، احنا دلوقتي هنحط رشة الملح والسكر اهو. تمام، نجيبهم كده اهو، وهنحط الزيت اهو. وهحط بقى الاول ايه، عشان دي كوباية لبن كبيرة. تمام، الكوباية دي حجمها اكبر من المج العادي. نحط دول كده، ونشوف لو احتاجنا دقيق تاني للعجن بناخد. وهنوريكم دلوقتي سمك العجينة. هقلبها في بعض، اخليهم يعني يندمجوا مع بعض ونرجع لكم. دلوقتي بقى احنا ايه، اللبن اهو حطيته، ده المقدار اللي احنا حطيناه. هحط ايه بقيته كمان. تمام، احنا اهم حاجة سمك العجينة هيكون طري بس متماسكة. تمام، هنعجنها، نفضل نعجنها كده ونخدمها في العجن. تمام، طبعا عشان تبقى متماسكه شويه. هنا احط لها شويه بقى ايه، رشه دقيق كده، على حسب ايدك وانت بتعجني، كل دقيق على حسب ما بياخد. تمام، هي بتمسك اهي متماسكه اهي. بس طبعا هنلمها برضك بشويه دقيق ناشف. ثواني معايا كده، انا حطيت رشه دقيق اهي وبعجن بيها. وبعد كده عشان اعرف كمان اتحكم في البوله اكتر، انا هطلعها على الرخامه كده اهو. تمام، برشه الدقيق دي كده، وايه، هخدمها في العجن ايه كده. لازم تتخدم في العجن جامد معاكي. وبعد كده ايه، هنقطعها بولات صغيره، كور صغيره، ونسيبها ترتاح عشان لما تيجي تفرديها تفرد معاكي، ما تتعبكيش. لو هي وانت بتفرديها مطت معاكي تاني، يبقى ايه، لسه انت ما سبتهاش ايه، تت يعني ما سبتهاش ترتاح. تمام، هعجنها بقى كده، تفضلي تخدميها كده وتفضلي تعجني فيها كده. واول ما اخلصها ايه من العجن، تاخد لها كده 10 دقايق عجن بالطريقه دي. تمام، ونقطعها مع بعض. العجينه اهي بعد ما عجنتها. بصوا بقى العجينه منظرها عامل ازاي، بصوا عامله ازاي. انا ما حرضتش احط اللبن كله ليه بقى مره واحده. افرض الدقيق مش محتاج، يعني ما بياخدش سوائل كتير، هو حسب نوع الدقيق. هي خدت كوبايه اللبن بالظبط مظبوطه، مع الكوبايتين ونص والرشه الصغيره اللي انا وريتها لكم، اللي انا الم بيها والله اكبر يعني، ولا لزقت ولا حاجه اهي، ولا لزقت ولا اي حاجه. والملمس بصوا طري ازاي، طريه. ماشي، احنا مش عايزينها ناشفه. طب افرض ناشفه واللبن مثلا خلص، او مش عاملاها بميه، بتديها شويه ميه بسيطه بردك، حبه حبه، لغايه ما تبقى بالقوام ده انت اللي بتشوفي بعينيكي وبنظرك. تمام، انا مش عارفه اوضحها لكم يعني اهي. بص ازاي. هنعمل ايه بقى، هي كده عجينه اهي، طبعا زي ما قلنا كده بنعجنها كده، وبتقعدي تمطي فيها وتمطيها، تمطي فيها كده اهو، وتضميها. ماشي تمام. هنعملها بقى كور صغيره ونسيبها ترتاح من نص ساعه كده لتلت ساعه، نص ساعه. ممكن احنا نسيبها ترتاح وبعد كده نقطعها كور ونسيبها ترتاح 10 دقايق. بس انا هقطعها على طول مره واحده واسيبها ترتاح واغطيها عشان ايه ما تنشفش. اديكوا برضك فكره التقطيع، ان انا هحاول اقطعهم كلهم قد بعض. عملتهم كده عمود وهقطعهم كده كور صغيره. على حسب ما انت عايزه، العيش كبير على حسب الطاسه اللي عندك. تمام، فهنقطع كده بالسكينه، تقطعيهم وتكوريهم كور. تمام، والنشابه هي طبعا معانا هنحتاجها دلوقتي نفرد بيها. تمام، اهي اهو قطعتها بالسكينه النونه دي اهي. قطعتهم اهو، انا مرضتش، بس انا بوريها لكم مرحله مرحله مرحله. تمام، قطعناهم بالسكينه كده اهو اهو، كده اهو، قطعتهم كده. تمام، وبعد كده نكورهم بقى. كده انا اهو عملتها كور صغيره. ماشي، وهسيبها بقى ترتاح نص ساعه كده اهي بالشكل ده كده. عملوا معايا 7 كور.
اهو. هنغطيها طبعا لو بستريتش عندك او فوطة مطبخ نضيفة، وهنسيبها ترتاح نص ساعة ونرجع نعجنها تاني، نفردها مع بعض بقى ونحطها على الطاسة. ده كمان بينفع حتى لو ما عندكيش عيش، ممكن تعمليه في ثواني مع بعض. ثواني يعني يبقى معاكي عيش، فهو جميل وهيعجبكم قوي. تمام، هنسيبها بقى ترتاح ونرجع لكم تاني لما ترتاح. سيبيها نص ساعة كده. بعد ما سيبناها نص ساعة ترتاح اهي، هناخد بقى كده واحدة كده. تمام اهي، هتتفرد بقى معاكي بكل سهولة، وهيكون معانا زيت هنا. تمام، هنفرد بيه. معانا الكرة نفردها. وانا عاملة طاسة على البوتاجاز، قلبها بتاعت البيتزا، قلبها على عين واطية تسخن. وهحط عليها طبعا العيش اللي انا عملته ده. خليها سمكها اقل من نص سنتي. تمام، هي مش مدورة قوي عشان مش مالكة، معلش. هفردها واحطها على الصينية بقى وارجع لكم. كتير قوي حصلت لي طبق اتكسر ومش عارفه اصور لكم. المهم يعني جيت انا بس اخر واحده، فكره ان انا دي كانت محطوطه هنا، بس انا عشان التليفون كمان فصل ما كنتش واخده بالي ان التليفون هيفصل. فالعيش اهو بيبقى بيتحط، هو وشه اتحمر بس انا حبيت اوريه لكم. يعني الطاسه، فكره الطاسه المقلوبه اللي هي بتاعه البيتزا. وهو كده كده خلاص، هنا الوش ده اتعمل اهو، ده الوش التاني. دي بقى فكره انا هوريكم التاني بردك. دي انا عاملاها مدوره صغيره. التاني انا كنت بفردها قوي لان انا ما بحبش السمك التخين، وهو مش تخين يعني، مش تخين قوي بردك. تمام، بس ده السمك اللي هو عشان اطلعه مدور على قدر ما يكون يعني. تمام. هوريكم التاني طبعا. بسيبه كده زي ما انتوا كنت عايزه اوريهولكوا، هو بيستوي والله، بس الطبق اتكسر اللي عليه العيش ورميت واحده وعليها ازاز، والتانيين موجودين. بس هوريها لكم شكلهم عامل ازاي عشان انا كنت بفرده قوي. دي بقى الصغيره، مش صغيره قوي اهي، حجمها اهو. بس حبيت اوريكم فكره الطاسه المقلوبه عشان اللي ما عندوش مثلا طاسه كريب او طاسه اللي بيتعمل فيها. تمام، احنا طبعا هنعمل بيها شاورما، بس انا فكره الشاورما هنزلها لكم لوحدها يعني. اهو بس اوريها لكم برضك الشاورما اهي بسويها. تمام. آه انا بس عشان شويه حاجات حصلت لي وانا بصور، تليفون فصل، الطبق وقع بالعيش في الارض اتكسر. ف بس قلت برضك هصور هوريها لكم برضك عشان كنت عايزه اوريكم الشكل النهائي اهو. العيش اهو من ناحيتين، هوريكم الجنب التاني اهو. بس هو لسه انا بديله شويه. واهم حاجه، اهم حاجه طبعا في العيش ده انك تشيليه على طول، عشان لو هتلفيه سندوتش رول او كده تلفيه تحطيه في شنطه او طبق عليه فوطه طبعا، تلفه عليه عشان يبقى طري، عشان ما ينشفش منك ويتكسر وتعرفي تعمليه زي ما انت عايزه اهو. تمام، هو حتى كان بيسخن، كان بيعمل كده فقاقيع، بس كنت عايزه اوريكم ده كله طبعا، بس هعمله لكم تاني ان شاء الله اهو. هو كده خلاص. انت كده كده بتسويه تاني مع الاكل، او انت لا تسويه قوي تعمليه كعيش تاكلوا بيه لو مثلا مفيش عيش ولا حاجه. طعمه جميل جدا والله جدا. تمام اهو، بس انا كنت حابه التاني افرد وسط العيش التورتيلا كله اهو. دي اخر واحد اللي احنا عاملاه، بس هو سخن اهو والله، مش عارفه مش قادره امسكه حتى اهو. فطلعته كله عشان اصوره لكم. بس طبعا ده بيتحط في كيس، انا حاطاه في كيس. تمام اهو، ده اللي انا عملته. ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، اللي انا كنت شايفين صوابعي منه، عايزاه شفاف قوي، فمش مطلعاه مدور قوي يعني. وكده كده يعني ممكن اهو بيتلف رول اهو. لو لفينا رول اهو، اهو خليه بعيد كده عن العيش اهو.
ملفوف رول طري اهو، مش بيتكسر. تمام. ودي واحده كمان اهي، بس شكله يعني انا وريت لكم شكله من بعيد اهو، مش مدور. دي كانت واحده صغيره. تمام. ودي حاولت برضك اعملها لكم صغيره اهي مدوره. ودي بص بقى، دي بقى ايديا كلها شفافه منها لو ملاحظين. بص الشفافيه بتاعته. هو ده يعني ان انا كنت باجي امسكها بعد ما بعملها من النشابه. كان نفسي اوريكم الكلام ده. بتعمل شكل بقى ايه، مش مدور. يعني بص حضراتكم مثلا مبوز من هنا كده مش مدور. تمام. عشان اعمل مدور ده كده اهو. ودي اهي. تمام. ودي اهي حاولت برضك افردها على قد ما اقدر. تمام. ودي كمان اهي اهي. دي بقى ايه الوحيده اهي المدوره خالص اهو وطريه اهي. تضميها كده اهي اهي. بس دي سمكها تخين شويه اهو. اهو ده العيش. يا رب يكون عجبكم. هعمل لكم بردك شاورما، طريقه الشاورما انا بعمل شاورما لحمه هعملها بيها والطحينه، وهظبط الدنيا ان شاء الله اعملها لكم حلقه لوحدها. ويا رب اكون بس كنت خفيفه على قلبكم وقدرت افيدكم. باي باي.